ازيك يا شباب؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. انا احمد سامح. خلينا نخش في الموضوع على طول. هما لبسوني جاكيت تقريبا عشان لقوني ان انا سقعان، بس تمام، شكرا جدا. المهم، النهارده عندنا مراجعه لحاجه انتوا حابينها جدا وعليها طلب كبير جدا، خاصه ان هي من شركه بينج زون. من شركه ايه؟ بينج زوز، شركه جديده في مصر ولكن عملت ضجه كبيره قوي اول ما نزلت في مجال الهيدسيتس، اللي هي السماعات اللي انا عملت لكم ريفيو عنها قبل كده، اللي هو في الاي اللي فوق، او النيك باند. وهو ده موضوعنا النهارده. النيك باندز او الهيدسيتس بتاعت بينج زوز الرينج بتاعها كبير قوي، من اول 8 ساعات بطاريه لحد 90 و100 ساعه بطاريه، فالرينج بتاعها كبير وبالتالي رينج الاسعار بتاعها كبير قوي. وكل رينج فيهم هي قيمه مقابل سعر ممتاز، خاصه ان هي بضمان سنه كامله، في نفس الوقت جودتها كويسه جدا مقابل السعر اللي انت خلينا كده نشوف ايه اللي معانا النهارده. ايه ده؟ ايه ده؟ هي فعلا بينجو زونز وايرلس نيك باند بينجو سبورت ان 1. بينجو سبورت ان 1 هو ده الموديل بتاع النيك باند بتاعتنا النهارده. وقبل ما نخش في ريفيو خلينا اقول لكم المكان اللي بعت لنا النيك باند دي. النيك باند دي من شوب نمبر 99، ويب سايت ممتاز جدا، وفي نفس الوقت محل تقدر انت تعاين البضاعه قبل الاستلام طبعا في الدليفري، وتقدر انت تروح المحل لحد عنده وتشوف ايه المنتجات اللي عنده وايه انواعها وكل الكلام ده. كوليكشن كبيره جدا من بينج زون وحاجات تانية كتير، منها استرابات الساعات كلها، جرابات الايفون كلها، وعنده بعض الاكسسوارز كده مش موجوده عند حد تاني. موديل حلو جدا زي ما قلت لكم، هو انتري ليفل من النيك باندز في الحته بتاعت بينج زونز. فخلينا بدون مقدمات كتير كده نقسم الريفيو الى اجزاء، ونبدا باول حاجه الا وهي الانبوكسنج. البينجو زون نيك باند بينجو سبورت ان 1. اسم طويل شويه، ولكن زي ما انتم شايفين كده هي النيك باند الانتري ليفل بتاع بينج زون. سعرها كويس جدا ومنافس بالنسبه للفئه السعريه وبالنسبه للامكانيات بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده الكرتونه بتاعتها شيك ماجنتيك وتديك احساس بريميوم زي ما انتم شايفين. ولكن خلينا نشوف ايه اللي موجود من بره. طبعا بتيجي بضمان سنه كامله وبريميوم كواليتي زي ما انتم عارفين. البطاريه بتاعتها بتقعد لحد 8 ساعات، والبلوتوث بتاعها 5.0. ال 5.0 ده مش احدث حاجه، ولكن ما عنديش مشكله. عندي تي اف كارد او اس دي كارد بتحط هنا عشان خاطر لو عليها ميوزك انت عايزها او قران او وات. عندي طبعا ماجنتيك ديزاين عشان الاتنين دول يلزقوا في بعض قدامك كده اكنك لابس بدله شيك قوي. ومن هنا برضو نفس الكلام، بيفرق بقى ال 5.0 او ال 5.1 او ال 5.2 في السرعه او في الاستابيليتي، وفي نفس الوقت الرينج. يعني لو ده مثلا 7 8 متر، التانيين يوصلوا ل 10 متر و12 متر. البطاريه بتاعتها كويسه قوي بالنسبه للسعر بتاعها. مهم جدا في البينج زون انت تحتاج ايه منهم، عشان عندهم رينج اسعار كبير قوي، بالتالي رينج مواصفات حلو قوي. الصوت بتاعها ممتاز، والمايك كمان بيكون حلو قوي. بتيجي بثلاث الوان، واللون اللي معانا هو الجراي. تعالوا نفتحها كده ونشوف ايه محتويات العلبه. ماجنتيك بشكل حلو قوي. عندي هنا الزراير بتاعتي 7 زراير، او مش زراير، 7 استخدامات. عندي هنا المايك، هنا زرار البلاي والستوب والانسر والديكلاين بتاع الكولز، هنا بلس وماينس، بريفيوس سونج، نيكست سونج، كل الكلام ده، تعلية وتوطية الصوت طبعا، وهنا الباور والبيرنج مود، وستة اليو اس بي تشارجنج بورت تشحن بيه. سخيفة برضو في ان هي بتشحن مايكرو اس دي مش تايب سي، ولكن ما عنديش مشكلة في الفئة السعرية دي برضو. تعالوا نشوف هنا. هنا طبعا بتكون السماعة نفسها، وهنا البورت بتاع الشحن قصير برضو ولكن يحير اكيد. وهنا كتيب تعليمات كده، نفس الحاجات اللي موجودة هنا بنفس كل حاجة، ولكن لو ركزتوا كده هتلاقوا ان في حرفين طايرين في كل حاجة. عدوا كده، 1 2 3، صح. التي اي هتلاقوا بالظبط ان انا عندي هنا sensitivity charging time تي اي بتتحول لبوكس كده غريب جدا. ما عنديش اي مشكله. بعد خلصنا الانبوكسنج خلينا نخش في التصميم والماتيريال. تقريبا انا قلت لكم حاجات كتير قوي على التصميم والماتيريال في الانبوكسنج، فمش هنخش تاني. خلاص بقى، احنا ايه بقى، هنفضل داخلين خارجين. خليني اقول لكم وانا هنا. واول حاجه ان الرايت والليفت مش محطوطه في مكان ظاهر، يعني دورت في كل الاماكن اللي هي المفروض تتحط فيها الرايت والليفت مش موجوده. طيب فخلينا بالاسامبشن بتاعنا ان الزراير دي بتكون فوق عشان خاطر تقدر نتحكم بيها، وتعمل لوك كده ماجنت شكلها لذيذ، ولكن كان نازله كده انا ما بحبهاش تكون نازله. يعني انا بحب النيك باند اوكي،
بس تكون ماسكه نفسها مثلا هنا، ما تكونش مدلدله كده. ما اعرفش، عشان خاطر مثلا لو انت شلتها في بوكس، لو انت شلتها في الشنطه بتاعتك ما تتبهدلش. ولكن كتصميم كده على الرقبه حاسه ان هو لطيف بشكل او باخر زي ما انتم شايفينه كده. يعني انت تقدر ان انت تحطه من جوه بحيث ان محدش يشوفه عادي خالص. اعتقد ان كده محدش شايفه خالص، يا رب تكونوا مش شايفينه فعلا. ولكن هو في الميتينجز وفي كل الكلام ده هيكون حلو قوي. انت تقدر ان انت تحط سماعه، واحده من السماعتين في ودنك كده بشكل حلو. دخلتها حتى في الودن مش افضل حاجه، هتحتاج تبس عشان خاطر تغير المقاس بتاعها، وهي للاسف مش جايه معاها تبس. ولكن تقدر انت تشتري التبس دي بمقاس معين لودن. انا عشان خاطر ودني مختلفه عن المقاس ده، فحاسس ان هي مش داخله فتت كده جوه ودنك. ولكن اي ودن صغيره مثلا عني، سوري، اي ودن اكبر شويه، تلاقي ان هي داخله بيرفكت جوه ودن. مش حاسس ان هي تقيله على الودن. دي ميزه مهمه جدا، ان السماعات دي بتكون خفيفه عشان خاطر هي مش محطوط فيها باتري ولا محطوط فيها حاجه، هي جاست سماعه صوت. وفي نفس الوقت المايك بيكون موجود هنا زي ما انتوا عارفين. هي كتصميم وعمليه هي حلوه جدا. واهم حاجه عندنا الا وهي النيك باند بتاعتي، فليكسبل جدا، الماتيريال بتاعتها حلوه بشكل بريميوم. انا شايف ان هو لذيذ، واللون كمان الجراي حلو قوي. الزراير بتاعتها بتكون باماكن ظاهره، والكليكات بتاعتها الى حد ما كويس. حتى بصوا الماجنت كمان بتاعها حلو قوي، لزقوا في بعض بين جذور من هنا. هنا ما فيهاش اي حاجه، اما هنا المايك والاس دي كارد والتشارجنج بورت زي ما انتوا شايفين. هنا فليكسيبل جدا زي ما انتوا شايفين، يعني تقدر ترموها كده في الشنطه بدون اي مشكله. ولكن يعيبها شيء فقط في التصميم، ان دول مدلدلين على طول. يعني في بعض السماعات التانية بتكون دول في مكان، ولما تيجي تستخدمهم بتطلعهم بره المكان، زي اللانكس اللي انا كنت عملت عليه ريفيو، او الاصدارات الاعلى من الاصدار ده في بينجو زون. فكده برضو التصميم بتاعها اديله 7 من 10 او 8 من 10، ولكن الماتيريال اديها 9 من 10 مستريح. التبس اللي موجوده هنا مش فليكسيبل قوي، وبالتالي ماتيريال برضو مش افضل حاجه في الحته اللي هي مقابله للود. ما فيهاش حتى مقاسات للتبس عشان خاطر تغيرها زي ما انت عايز، ولكن بتكون شكلها شيك قوي لما تيجي تلبسها على كلاسيك او في الجيم حتى. طيب خلينا نخش بقى في الحته بتاعه الاوبشنز. ايه الاوبشنز اللي فيها؟ بلوتوث 5.0 يعتبر متواضع. الاس دي كارد يعتبر كويس والزامي طبعا في الفئه السعريه دي، وفي اي فئه سعريه في الهيدسيتس او النيك باندز. والمايك بتاعها كويس، والميوزك بتاعها كويس. الكنترولز بتاعتها حلوه برضو، في ايدك الشمال بمنتهى السهوله هتحفظهم كمان شويه. بلس ماينس، تقدر تعلي الصوت، توطي الصوت، تشغل الاغنيه اللي بعدها، تشغل الاغنيه اللي قبلها، وهكذا بدون اي مشاكل. تقدر ان انت ترد على المكالمات، تقدر ان انت ديكلاين المكالمات او تقفلها بمنتهى السهوله. نوصل بقى لمرحله البطاريه. البطاريه بتاعتها 8 ساعات، يعتبر قليل شويه في النيك بانز وفي الهيدسيتس بشكل عام. يعني زي ما انتم شفتوا كده المراجعه الاولانيه بتاعه البي 1 او البي 2 على ما اتذكر في الاي اللي فوق دي كانت 8 ساعات برضو. ولكن في منها موديل يعلوها تقريبا ب 200 300 جنيه، بتفرق 90 ساعه. يعني تخيلوا هيدسيت لمده 90 ساعه، مايند بلوينج، يعني حاجه جامده جدا. فدي هي 8 ساعات، هي تعتبر انت ليفل، ولكن هتديك 8 ساعات مظبوطين. يعني صوتها تعتبر كويس، البيس بتاعها يعتبر متواضع، ولكن الكواليتي تعتبر كويسه جدا بالنسبه للسعر اللي هي بتقدمه لك. حلوه جدا في الودن، مش حاسس بيها خالص. حتى مجرد ان انت بتنزلها كده تلاقي ان هي لزقت في بعضها وخلاص، انت ما شلتش همها خالص، ومش حاسس بيها حتى وانت حاططها على رقبتك. طيب هل فيها حاجات تانية نقدر ان احنا نتكلم عليها؟ اعتقد لا. الماجنت بتاعها كويس برضو، بصوا كويس، يعتبر كويس. وتقريبا بس كده، دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. سيب لكم اللينك طبعا بتاعت الشراء من تحت، هتلاقوها عند شوب نمبر 99. عنده الموديلات كلها بتاعت دي وبتاعت الهيدسيت اللي هي بتتحط على الودن، بتكون شكلها حلو قوي وشيك، وبتنفع برضو سبورت، وبتنفع للميتينجز. لا مش تنفع للميتينجز طبعا، تنفع للسبورت قوي، للجري، للجيم، لكل الكلام ده. دي تنفع لاي حاجه، دي تنفع لاي حاجه، ودي مميز فيها. وفي نفس الوقت طبعا دي سعرها اقل شويه من الهيدسيت. خلينا نراجع كده ايه المميزات اللي عجبتني فيها. مميزات: صوت كويس بالنسبه لسعرها، مايك كويس بالنسبه لسعرها، مفيش اي ملاحظات فيها بالنسبه للسعر او الكاتيجوري اللي هي شغاله فيه. بالنسبه للماتيريال فهي كويسه، ما عدا التب بتاعت الويند مش حاسسها اطرى حاجه، وبالتالي ممكن توجعك شويه، او تجيب تبس مختلفه خالص، ست للتب مختلفه خالص، بتلاقيها 3 مقاسات مثلا او 4 مقاسات، هتريحك جدا. اما الباقي فهي شكلها شيك قوي حتى في اللبس.
بالنسبه لي عيوب تانية، انا شايف ان ال 5.0 ممكن كانت تعلى ولكن بنفس السعر. ايه الشحن بمايكرو يو اس بي. خلاص احنا في 2023، يا ريت تكون كل حاجه يو اس بي تايب سي، ولكن طبعا بالنسبه للسعر برضو فهم معذورين، هم عايزين حاجات تكون مينيمم كوست خالص على قد ما يقدر. بالنسبه للبطاريه برضو مش عجباني قوي، ولكن بالنسبه للكوست فهي كويسه. 8 ساعات لو انت بتنزل الجيم مثلا ساعه في اليوم تقدر انت تديك اسبوع مستريح جدا. تيجي بثلاث الوان، احمر اسود ورمادي. الاحمر بيكون فوشيا كده لطيف جدا للبنات، هيكون حلو هيعجبك. بس كده دي كانت كل حاجه كنت عايز اقولها لكم النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا انبسطتوا. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. سلام.